اتحرشت بواحدة قبل كده؟ اساسي يعني طبعا. مفيش حد ما اتحرشش بواحده قبل كده. عاملين ايه يا جدعان؟ بيتر كل لوكا افتح ليه؟ بقينا في زمن مرعب كل همه فقدة الانثى والعيال الصغيره. زمان كنا بنخاف على البنات من المواضيع اللي بتحصل في الشارع، بس الخوف حاليا ما بقاش على البنت، بقى على الراجل. لان حرفيا بس انت لو فكرت بس ما خدتش خطوه، هتلاقي فلاش تليفون جايبك انت والملابس الداخليه بتاعتك بجوده احسن من اللي بتتعرض على السينما، وهتتصيط وتتحبس. وانا طبعا مع الحوار دوت، يعني عشان دول حيوانات ومش بني ادمين، وانا عارف ان المواضيع دي بتحصل كل يوم وبشكل مستمر. التحرش ازاي اتعافيت منه في 3 خطوات بس. هاي انا حليم. انا بيك ستار هير. بس في كام فيديو كده وكام شخص هم اللي اتعرفوا الفتره دي، او بلاش نقول اتعرفوا واتجرسوا، زي الراجل ده مثلا. اهل بنتك هيضرب وهيترد لك انت كمان في عيالك عشان ما بتدافعش عن بنت. هو الراجل ده انا مش عارف والله، عشان ما تبلاش عليه ولا تبلى عليه، بس هو اتقبض عليه بتهمه ان هو اتحرش بالبنت في الاتوبيس. بس بعد كده اخد براءه، لان حرفيا ما فيش اي حاجه تدل في الفيديو ان هو عامل كده. حتى لو عامل كده بعد ما اخد براءه، في قناه استضافته وانا حقيقي مش عارف هو طلع على التلفزيون ليه اصلا، او يقول ايه، وازاي هيتكلم في حاجه زي دي اصلا. اول ظهور لصاحب واقعه الاتوبيس يكشف سبب صرخات الفتاه بعبارات حرامي متحرش. انا بعد الفيديوهات صحيت الصبح رايح الشغل طبيعي. لقيت زوجتي بتقول لي في فيديوهات نازله ليك على انتوا كلكم اتفاجئتوا. فانا فتحت. بس انت التيك توكر المعروف اللي بيعمل فيديوهات في الاتوبيس. الحوار ده بيفكرني لما حد يتشهر باعبط حاجه في الدنيا، زي مثلا ان هو ضرب ابوه وودى امه دار مسنين. مساء الخير يا امي العزيزه. مساء النور يا ولدي العزيز. هتيجي المذيعه تساله تقول له انت جات لك الفكره ازاي؟ تعرف تقلده لنا في غنى ولا في تمثيل؟ تمثيل. ما كنت عايزه وريني ارفعي الصوره بتاعت الوقت. ارفعي الصوره. نعم. طب ورينا بس. انا لازم اشوفها. ثباتك الانفعالي. مفيش، واقف عادي يعني. اعمل ايه طيب؟ ايوه بضحكتك. بس كان عندك كانت عينيك صائبه. عينيك صايبه، عيون نسر، عيون نسر واثق من نفسه ضد التحرش. ايوه بص للكاميرا ببص لها كده. طيب يعني شايف واحده بتتبلى عليا، واحده بتبتزني، واحده بتتهمني باتهام، كلمه نفسها وجعتني تعبتني، خلتني بمر بحاله نفسيه صعبه. قول انت كنت بتقول لها ايه؟ المذيعه بتحاول تطلع من الراجل اي حاجه تزود المشاهدات على قد ما تقدر، خليته يقف وخليته يشرح لها ازاي كانت عيونه صائبه. انا اللي معصبني مش الراجل ولا البت ولا اي حاجه من كل دول، انا اللي معصبني العيال اللي طلعت تشقط من الموضوع دوت. وانا بحاول استوعب ان في ناس متعاطفه مع اللي حاول يتحرش بالبنت في الاتوبيس. ده شكله هو بيحاول يستوعب. واحد زي ده اصلا محتواه ان هو فيلم سيكو سيكو نزل، فاللي معصبه ان عصام عمر ما لبسش كلوت فتله في المسلسل فهياخد 8 من 10. فالحوار ده ما جابش معاه تقريبا، فقال لي يعمل فيديو زي دوت. يعني يا رب ممكن واحد تخش تكلمه وتقول له بقى انت ازاي راجل جدع قوي كده وحاسس بينا. ولو ملاحظين دلوقتي البنات بقت قويه قوي عن زمان، وان برضه في نوعيه من البنات كده عندهم نقص في الحته دي. وانا بقول نوع مش كله عشان ما حدش يعمل عليها حمله. النوع ده بقى بيبقى عمره ما اتعكس في حياته، فبيمسك اي حاجه على انها تم التحرش بيه. بصة الانتصار، بصة المرأة المستقلة. انا متأكد 100% انها فشخت الكلب 2 طن دراي فود عشان تعمل الفيديو دوت ما ياكلش حاجة، وفي الاخر تديك النظرة ديت اللي هي بتاعت المرأة المستقلة دي. الكلاب بتعرف تقاوم غريزتها. قصدك يعني ان البشر مش بيعرفوا يقاوموا ولا ايه؟ قصدي كده. عارفين يا جدعان انا مش ببالغ، هو القوة الكاملة دلوقتي بقت ملك البنت، لانها عارفه لو دخلت ايدها في جيبها كده اعرف ان خلاص انت كده اتفضحت، انت طلعت على الفضائيات، مسك عليك سيديهات وانت تعمل لي مش عارف. طيب احنا معانا سحله جديده اهو. ها سيدي بتاعك ده وانت بصوا يا جماعه، بصوا العربيه دي. يلا اضحك للكاميرا عشان هفضحك. ايه رايك؟ بس 5 ثواني فشخت حياه بني ادم ومشت. وانا طبعا معاه، لان هو لو فعلا اتحرش بيها بالكلام او باي طريقه تانية يبقى هو يستحق ده، لان البنات هم نص المجتمع. لا انا اسف، البنات هم كل المجتمع. في نوعيه تانية من البنات بيبقى بالنسبه لهم الراجل دوت مش مهم، او بيبقى حتى عالي على المجتمع، ودايما بيحطوا ستوريات على الواتس كده بتدل ان قد ايه المراه جامده. المراه المستقله لا تحتاج ذكر، خليها تقعد وتعنس وتقابلني. الحياه مشاركه، الاستقلاليه يعني انت اعظم، يعني انت العرش، انت التاج واللي معاك طرطور. انا ماني محتاجه للرجل، انا عندي فلوسي، عندي بيتي، عندي سيارتي، هو تكميلي. ودايما النوعيه دي لما تتجوز هي اللي بتاخد الراجل تقعده على الرخامه كده وتفتح له رجله. وعايز اقول في الاخر برضو ان التحرش زباله، واي حد يعمل كده زباله والمفروض يتحبس اكيد يعني. وبس كده يا جدعان، كنا خلصنا القضيه. ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وفولو على الانستا والتيك توك وتخشوا سيرفر الديسكورد. وبس كده، سلام. سمب هي اختصار ل4 كلمات.
أفضل ترجمة حاولت أترجمها يعني مشان ما يكون الكلام يعني جدا بذيء، هم الفاشلون الذين يعبدون